القشطة المطبوخة كانت آخر وصفة منزلها عندي على القناة، وبآخر الفيديو أنا سألتكم شو حابين نعمل بهالوصفة الظريفة، وأكثر طلباتكم كانت عن القطايف، فاليوم رح نعملها بطريقة ظريفة ومضمونة إنه تنجح معنا بالبيت من أول مرة. ومثل ما عودتكم الشيف أمين، بنهاية الفيديو بنحكي عن كل تفاصيل الوصفة حتى تنجح معنا وتدعوا لي عليها. هلا خلونا نقول بسم الله ونبلش. بالبداية بدنا نشتغل القشطة المطبوخة، بحتاج نص لتر من الحليب. بسم الله. بضيف عليهم 4 معالق كبار نشا، وبحط عليهم 4 معالق سميد ناعم، وبحط عليهم معلقتين كبار سكر. هلا بنحرك المكونات كلها على البارد، واخر شي بضيف عليهم علبة كريمة. هلا بعمل لهم تحريكة على البارد وبشغل تحتهم، وهيك القشطة صارت جاهزة معنا. هذا القوام المطلوب. هلا بنطفي تحتها وبنحطها هون على جنب، واخر شي بنزل عليها معلقتين زبدة او سمنة حيواني، ما في اي مشكلة. وبحط عليها للتنكيه شوية ماء الزهر، نقطتين ما بنكتر، وشوية فانيلا. وهيك القشطة صارت جاهزة بعد ما فردتها لحتى تبرد. ملاحظة مهمة، لازم غطيها لحتى ما ينشف الوش عندي. المرحلة الثانية بدي لترين حليب كاملين الدسم، فضيهم على الطنجرة. بسم الله. وبزغل عندي الحليب. هلا بنزل عليه بنص كاسة شاي خل أبيض. وهيك الحليب فصل عندي وصار القريش جاهز. هلا بنصفيهم ونكمل شغل فيهم. هلا بنفضي هدول اللي اشتغلناهم وبنعمل لهم تحريك. نجهز للقطر، والقطر لازم يكون تقيل. رح ننزل بكاستين سكر وبنحط عليهم كاسة مي، وبزغل عندي السكر. هلا بضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من حمض الليمون، وبتركهم يغلوا شغلة 5 دقايق على نار هادية. المرحلة الأخيرة بدنا نجهز لعجين القطايف. بدي انزل ب3 كاسات مي فاترة، بحط عليهم معلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. هلا بعمل لهم تحريكة. هلا بعد ما جهزنا خليط السوائل بدنا نجهز لخليط النواشف. بدي كاستين من الطحين، بحط عليهم نص كاسة من السميد الناعم، بحط عليهم 3 معالق نشا، واخر شي بنحط عليهم رشة ملح يعني ربع معلقة صغيرة. نعمل لهم تحريكة. هلا بنزل السوائل فوق النواشف. بسم الله. هلا هيك بعد ما خلطناهم القوام 100% والامور تمام، ولكن انا عندي خلاط بدي فضيهم على الخلاط لحتى نعم القوام. انتو اذا متوفر خلاط تمام، متوفر الهاند بلندر كمان بيشتغل. اللي ما متوفر عنده نهائيا بيحسن يترك هذا الخليط لحتى يرتاح وبعدين بيرجع بيشتغل فيه. انا هلا رح نعمهم على الخلاط. بسم الله. وهيك بعد ما نعمنا الخليط هلا بتركه 20 دقيقة وبعدين بنرجع نشتغل فيه. هيك الخليط بعد ما تركناه يرتاح 20 دقيقة، بس شفنا هي الفقاعات على وشه فمعناتها الخميرة امورها تمام. هلا اخر مرحلة عنا، عندي هون شوية مي، طبعا شوية مي دافية، بدي انزل عليهم بربع معلقة صغيرة من الكربولة. بنزل عليهم بربع معلقة صغيرة من الكربولة، بحركهم وبنزلهم فوق الخليط. وهلا الخطوة الأخيرة بدنا نصفي الخليط قبل ما نخبزه مع بعض. هلا هيك بعد ما حميت المقلاية مننوص الغاز ومنبلش خبيز. بسم الله. هلا اول ما نزلناها مثل ما شايفين ما اخذت 5 6 ثواني، نشفت وامورها تمام. بس لحتى يروح هذا العجين كله بنسحبها. هلا هيك امورها تمام. شايفين ما احلاها هذا الداير الابيض، واحترقت ايدي. شايفين على هالمنظر هيك طالعه معنا قطايف 100%. هلا على شقفة مطبخ نفردها وبنبلش نصب. بسم الله.
طبعا هي اول قطعة نحن اشتغلناها. بالعادة اول قطعة بدنا لحتى ناخذ على درجة حرارة المقلاية، ولكن اذا كانت المقلاية امورها تمام غير لاصقة درجة الحرارة 100% بتطلع معكم قطايف بتدعوا لي عليها. مثل مو شايفين هي التعريج كلها تبع القطايف، مثل مو شايفين هي الخطوط المعرجة نشفت معي. هذا الحكي فريش، يعني انا ما عم اقصقص، خليت لكم المقطع شوي طويل لحتى توصلكم الفكرة. الثقوب ناعمة مو كبيرة مشان ما تشرب زيت معي على القلي. شايفين ما احلاها؟ ما اكلت معي ابدا، يعني 10 ثواني نشفت معي على الاخير، امورها 100%. طبعا في شغلة أنا بدي أقولكم عليها، بما أنه دائما بنحكي عن كل تفصيل صغير بالوصفة. شوفوا هذا اللون، هذا اللون 100% وأموره تمام، لأنه كنت أنا عيني على المقلاية، يعني مراقب درجة حرارتها. وقت انشويت الصغار كانت المقلاية شوي حامية فتغير لونه. هلا هي النتيجة واحدة والطعمة واحدة، ولكن أي تفصيل صغير لازم أحكي عنه لحتى أنتم تستفادوا. فلذلك نحن وعم نشوي مندير بالنا على درجة حرارة المقلاية مشان ما لا سمح الله يحترق معكم. هاي النتيجة هيك 100%. شايفين هذا اللون الصح الداير الأبيض؟ شوفوا التخاريم من جوا 100%، يعني شايفين فيه ثقوب من جوا ولكن أمورها تمام من برا. شايفين ما أحلاها؟ هلا رح نحشيهم مع بعض. هلا بدنا نحشي بالقشطة اللي اشتغلناها مع بعض. طبعا انتم بإمكانكم تحشوا قشطة، جوز، جبنة، أي شيء بدكم إياه، ما في أي مشكلة. هلا بنحاول نسكرها منيح. بنختمها منيح بالأطراف لحتى ما تطلع الحشوة معي. وبس حمي الزيت بنبلش نقلي القطايف. بسم الله. وأول ما نسحبهم من الزيت مباشرة على المصفاية. المرحلة الأخيرة بقلي القطايف. نحن خلصنا قلي القطايف وهلأ بدنا ننزلهم على القطر. هاي الملاحظة يا جماعة جدا مهمة. القطر بعد ما اشتغلناه شوفوا قوامه تقيل كتير، تمام؟ للقطايف بدنا قطر تقيل لحتى ما تشرب القطر وتصير مثل الاسفنجة. إذا كان قوامه خفيف تشرب القطر وبتصير مثل الاسفنجة. هلأ انتو عندكم أمرين: يا مننزل مباشرة القطايف على القطر، يا للناس اللي ما بتحب السكر الزايد بإمكانها تنزل القطايف لهون، تمام؟ ونبلش ننزل بالقطر شوي شوي هيك، تمام؟ هاي الحركة للناس اللي ما بتحب القطر الزايد، وبنفس الوقت لازم نحط عليهم قطر مشان نحافظ على القرشة تبعهم. وهيك القطايف صارت جاهزة. عملنا العصافيري وعملنا الستاتي. والله من حيث المبدأ والمناظر بتاخذ العقل، بس لازم دوق لحتى أعطيكم رأيي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله يا كريم. لك شو هذا؟ والله بتاخذ العقل، طيبة كتير كتير. وهي العصافيري سموها عصافيري لأنه مثل العصفورة هيك صغيرة. بناخذ قطعة صغيرة ونقول بسم الله. والله بتاخذ العقل يا جماعة، صدقا بالله. يلي بجرب هي الوصفة لا يدعي له للشيف أمين. كتير 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 ظريفة. هي رح ناخذ وحدة تانية. بسم الله. هدول بيتاخذوا 3 4 مع بعضهم. والله العظيم كتير طيبة. والله الوصفة 100%، بس ما بدي امدحها كتير مشان ما تقولوا الشيف أمين مداح بحاله. في شيء أهم لازم وصلكم إياه. النتيجة انتم حتجربوا وتدعوا لي، أنا متأكد من هذا الموضوع، بس في نصائح مهمة لازم وصلكم إياها. يا جماعة بنبلش بموضوع القطر. القطر لازم يكون بارد وسميك. أما إذا حطينا القطايف على قطر خفيف ودافي رح تشرب معنا حبة القطايف وتصير معنا مثل الاسفنجة. هي كتير ملاحظة مهمة، وكتير بتجينا أسئلة عن هذا الموضوع، إنه نحن بعد ما اشتغلناها طريت معنا.
هذا من أهم الأسباب لفشل القطايف. هي من ناحية القطر. من ناحية العجين، في ناس بتشتغل القطايف تمام، بتحط عيار و100% وما في أحلى من هيك، ولكن هي النصائح المخباية ما بتوصلها لكم لست البيت، ما بتوصلها. يعني كيف نلتزم بعيار الخميرة، بعيار وقت التخمير، يعني من الربع ساعة للثلث ساعة المي لازم تكون فاترة مو حامية. إذا كانت المي سخنة يا جماعة بتضرب لنا الخميرة، إذا كانت باردة ما بتنجح معنا. هي شغلات كتير مهمة لازم أنا أوصلكم إياها لحتى أنتم تستفادوا. في شغلة كمان مهمة، الكربولة بنحطها بآخر مرحلة. بعد ما ريحنا العجين تمام، بنرجع بنخلط الكربولة شوي مع الخليط على الخلاط أو بالهاند بلندر، بنرجع بنصفيهم. وهي كمان ملاحظة مهمة، لازم نصفي الخليط لحتى ما يكون في ترسبات من السميد اللي نحن حاطينه أو شوي من العجين. بعد ما صفيناهم بنحمي المقلاية مثل ما أنا اشتغلت. بنخبز أول وحدة لقيناها حامية كتير، بننوص درجة حرارة الغاز لحتى نعطيها حرارة مناسبة. هي النصائح كلها وصلت لعندكم، أنا متأكد إنه رح تجربوها لهي الوصفة وتدعوا لي. وبنصحكم تاخذوا مشاركة لهذا الفيديو عنكم لأنه حتحتاجوه برمضان. وتحياتي للجميع، السلام عليكم.